ازيكم؟ الفيديو ده انا ترددت ان انا اعمله كتير علشان خاطر مش عايز الناس تحس بالذنب او تأنيب بالضمير لو كانوا مروا بالتجربة دي مع اولادهم. بس الحقيقة واحدة من اكتر الحاجات اللي انا بشوفها في الشغل بتاعي لما الناس بتجيلي واللي بيكون سببها حاجات مروا بيها في طفولتهم هو موضوع التعلق. والتعلق دايما مرتبط بالام، وكتير بلاقي ان في نمط معين، ان لو الطفل جه بعد مده طويله، كان الطفل الاولاني او كان اهله بيحاولوا بقالهم مده طويله والطفل ما جاش، اللي بيعملوه بعد شويه ان هم بعد ما بيتم سنه او سنه وشويه يروحوا سايبينه مع الاهل ويروحوا يعملوا عمره او يروحوا يحجوا عشان يشكروا ربنا على النعمه اللي ربنا رزقهم بيها. وعلى الرغم ان دي فكره جميله، الا ان المشكله ان الطفل لما بيفتح عينيه ويغمضها مرتين ثلاثه وهو صغير وما يلاقيش امه، بيبتدي يحصل عنده مشكله على طول في التعلق. مشكله ثقه، لان هو فجاه الشخص اللي هو بيثق فيه واللي هو مرتبط بيه ارتباط شبه كلي ما بقاش موجود. فعلى الرغم من فكره ان الواحد يشكر ربنا، دي فكره جميله، الا ان مهم ان احنا نعرف ان الطفل محتاج يكون على طول مع امه وابوه، وخصوصا امه في اول سنه ونص سنتين من حياته. ما يسيبوش خالص خالص، بمعنى ان هو ما ينفعش الطفل يغمض عينيه ويفتحها مرتين ثلاثه وما يلاقيش امه. فحتى لو انا طبعا الامومه عمليه صعبه، وعشان كده انا دايما عندي احترام كبير للامهات، انما الحقيقه الامهات محتاجين يبقوا موجودين مع اولادهم في اول وقت من حياتهم، اول سنه ونص سنتين، بشكل مستمر. بمعنى ما ينفعش يروحوا يعملوا عمره، ما ينفعش يسافروا يومين ثلاثه ويسيبوا الطفل عند حد تاني، لان اوتوماتيكلي الطفل بيحصل عنده مشكله في التعلق، ودي بتاثر على حياته بعد كده بشكل عام.